أنا أسأل هل منطقي شخص يشتري 5 طقم قنفة في بيت واحد؟ إحنا العراقيين منو من عندنا يحط 5 طقم قنفات في بيته؟ هل منطقي 6 تلفزيونات في بيت واحد؟ السادة المفوضين معظمهم في شقق سكنية، والسادة النواب يعرفون حجم الشقة السكنية. هل الشقق تستحمل 6 تلفزيونات؟ 4 ثلاجات سيادة الرئيس؟ هل يعقل مفوض ياخذ 6 موبايلات يشتري من الدولة؟ هل يعقل الدولة تصرف على المفوض شهريا منظومة انترنت في بيته؟ ملزمة الدولة تشتري لي منظومة انترنت وتصرف عليها 400 بين ال 400 و 500 دولار شهريا. هل الدولة ملزمة حجلة الطفل تشتريها من أموال الدولة لمفوض سيادة الرئيس؟ حجلة الطفل ب 35,000 دينار، وصل استلام حجلة الطفل سيادة الرئيس. زوالي ما لذ وطاب تركي وأنقرة ومصري يعني تلفزيونات. أكو أشياء ترفية سيادة الرئيس، خلاط توابل، مثرامة لحم، فيل نحاسي صغير، فيل نحاسي كبير، سمكة حرشفية، منظم غاز، منشر غسيل سيادة الرئيس، خاوليات حمام. الدولة ملزمة هاي قضايانا الشخصية تشتريها، إن قضايا أطفالنا. مرة أكو قضايا كبيرة ممكن ضرورية مهمة، يعني هاي شمعة ملابس عدد 7. أحد المفوضين سيادة الرئيس عنده بيتين، يعني هل الدولة ملزمة اللي يتزوج زوجتين تأثث له مرتين؟ لدواعي السرية والضرورات الأمنية مولدة لبيت السيد المفوض، نقول لدواعي السرية والضرورات الأمنية نسوي دعوة مباشرة نشتري مولدة ب10,000 دولار لدور السادة المفوضين. لحد الآن ماشي، اشترينا مولدات لدور السادة المفوضين، قرار في نفس الجلسة تخصيص مبلغ 12 مليون دينار لشراء كرفان لدور السادة المفوضين، هم مشينا. هاي المولدات اشترتها الدولة للسادة المفوضين، هل ملزمة الدولة بدفع أموال الغاز يصرف شهريا لدور السادة المفوضين؟ ملزمة الدولة تسدد غاز لدورهم؟ تقول لي ماكو، اقول لك هذا المستند وبامكاننا نطبعه ونوزعه على الساده النواب. هاي المستندات السلف اللي مستلمه باسم الساده المفوضين، واذا تحبون عنده تلفزيون عنده وانا ما عرفني. لا اترك القرار لكم وانتم اللي تحكمون عليه، بطانيات وسادات دواشق اسفنج. طيب بنتعينوا المفوضين ما كان عندهم حتى دوشق؟ يعني معقوله المفوض من اجى ماكو اي شيء في بيته بحيث اشترى من الأخرى الى تنصفني ببعض الدقائق. يعني انا اوفد مفوض الى اربيل شهرين ويا 4 افراد حمايه الدولة تصرف لهم، يروح إيفاد إلى سليمانية سيادة الرئيس، من أربيل إلى سليمانية يومين تروح إيفاد تصرف فندق في أربيل وفي نفس الوقت فندق في سليمانية ليلتين. وعندي قضية مفتوحة بالنزاهة الآن، تاخذ فندق بأربيل ليلتين وفي سليمانية نفس الليلتين في سليمانية تصرف مخصصات فندق. بس أقول تسبب بهدر كبير للمال العام.